أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من الدين للحياة. بالتأكيد جميعا قرأنا في كتاب الله تعالى في القرآن الكريم قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ماذا كان يقصد الله سبحانه وتعالى بهذه الجملة؟ كان يقصد بصريح العبارة أن هذا الكتاب جامع شامل، فيه الإشارة الصريحة وغير الصريحة لكل شيء في حياة كل الناس، مسلمين وغير مسلمين، على الأرض وفي السماء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه الحلقة أعزائي المشاهدين ربما نتناول فيها موضوعا لم نتحدث فيه من قبل، وهي الإشارات الخاصة بالإعجاز في القرآن والتي تشير لغزو الفضاء. نعم، هناك في القرآن الكريم آيات دلت على أنه سيكون هناك غزو للفضاء، بل الأكثر من ذلك أن هذه الآيات أشارت إلى ما سينجح من هذه الرحلات وما سيفشل من هذه الرحلات، وماذا سيعرف بني آدم من هذه الرحلات، وكيف يصلون إلى أبعاد معينة وأبعاد أخرى لن يصلوا إليها. وكل ذلك ذكر أكثر من مرة خلال الآيات في القرآن الكريم، والتي كانت تتحدث عن أن الله سيرينا آياته في الأرض وفي السماء. أكثر مرة وجدنا هذه الآيات التي تتحدث عن آيات الله التي تثبت ألوهيته، وحدانيته، قدرته، عظمته، علو شأنه. هو يعلم ما لا نعلم، هو سيجعلنا نعلم بعض الشيء، هو أعطانا إشارات كثيرة وما زلنا حتى الآن على الرغم من مر العصور وأكثر من 1432 سنة منذ بداية الهجرة، وقبلها 13 عاما منذ بداية نزول الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام وبداية نزول القرآن. كان هناك محاولات لفهم وتفسير آيات القرآن الكريم، وما زلنا حتى يومنا هذا، حتى لحظتنا هذه، الباحثون والمفسرون والمفكرون والعلماء ورجال الدين كل يحاول أن يفسر هذه الآيات ويفهم أبعاد جديدة ودلالات جديدة عليها. في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين نتحدث معكم عن الدلالات الخاصة بالإعجاز القرآني في الإشارة لغزو الفضاء والمجرات والكواكب والنجوم، وماذا يمكن أن نعلم وما الذي لم نعلمه. كل هذه النقاط والمواضيع سنحاول أن نستعرضها معكم سريعا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، والتي يسعدنا أن نستضيف فيها الباحث الأستاذ محمد سمير عطا، والمتخصص في الإعجاز العلمي للقرآن، والذي سنتحاور معه ومعكم اليوم عن الإشارات الخاصة بإعجاز القرآن فيما يتعلق بغزو الفضاء. اهلا بحضرتك معايا يا دكتور سمير. ويعني ربما كانت مفاجأة النهارده، انا كنت عارفه ان احنا هنتكلم مرة اخرى عن الاعجاز العلمي للقرآن، ولكن كانت المفاجأة بالنسبة لي ان انا سأتكلم مسألة غزو الفضاء. نعم. ودعني ابدأ دائما بالسؤال الذي يردده كل المشككين. هناك من يرفض دائما مسألة انه هذا القرآن فيه دلالات ابعد من الدلالات الدينية، وان مسألة الاعجاز دي مسألة فيها قولان وفيها احتمالات ثبوت صحة وخطأ، نجاح وفشل، وأننا لا نريد أن نعلق على القرآن ما يمكن أن تأتي نظريات في المستقبل وتثبت عكسه. فلما أجي أتكلم عن الفضاء، كيف يمكن أن نرد على هذه التساؤلات أو عن هذه التشككات فيما يتعلق أن هذا الكتاب هو مجرد كتاب هدي ديني لا أكثر ولا أقل؟ والله حضرتك، هو طبعا القرآن الكريم كتاب دين بالدرجة الأولى، لكن سنة الله سبحانه وتعالى أنه يؤيد رسله بالمعجزات. فالتوراة كتاب عظيم، لكن سيدنا موسى يحتاج لمعجزات ما عشان تأيد هذا الموضوع. فإحنا في العصر الحالي القرآن بالفعل مليء بالإشارات لكل العلوم الحديثة والأحداث اللي بتحصل، فكيف نغفلها؟ ولماذا نغفلها؟ هو كتاب دين بالدرجة الأولى، لكنه نزل بعلم الله، فهذا إعجاز للقرآن الكريم. والآية بتقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فمعناها الصحابة فهموا أن في أهل المستقبل هيشوفوا معجزات في الآفاق في أنفسهم، لأن هم في معاهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام معجزة حية بين إيديهم. إحنا إيه اللي معانا دلوقتي؟
الحديث بيقول تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. فده دليل كويس جدا. يعني حضرتك عشرات من علماء الغرب بيسلموا بسبب الاعجاز العلمي. قولي لي حضرتك ممكن نتكلم معاهم بايه اسهل من كده وهم ما بيعرفوش اللغه العربيه مثلا؟ يعني حضرتك مساله انه هذه ايات تستغل كمعجزات. طيب هل كان هناك هذه الرؤيه، كان هناك هذا التفسير للايات اللي حضرتك تشير لنا اليها النهارده وبنقول ان احنا بنستدل منها على الاعجاز القراني في مساله التدليل على غزو الفضاء وما تحتويه السماء؟ هل هذا التفسير كان وصل للمفسرين في عهد الرسول وبعد عهد الرسول وكل مفكرين الاسلاميين وكل الفقهاء؟ هل هذا البعد كان وصل لهم؟ بالتأكيد لا. هو القرآن من خصائصه ان هو بيوائم ويواكب كل زمان ومكان. دي معجزة متفردة تماما في القرآن الكريم، لان هو الكتاب الاخير اللي هيظل مع البشرية لحد يوم القيامة. فبعض الآيات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فسرها وبعض الآيات لم يفسرها. الحكمة واضحة، في حاجات أهل الماضي مش هيقدروا يستوعبوها، فهو فسر لهم اللي يخصهم واللي يقدروا انهم يعيشوا بيه في الدنيا ويعني يحصلوا على رضا الله سبحانه وتعالى ويدخلوا بيه الجنة. هنلاقي ان بعض الآيات كان ليها تفسير ديني في الماضي وليها في الوقت الحالي تفسير علمي، وفي بعض الآيات ما كانش ليها أي تفسير خالص في الماضي وبدأت تتكشف دلوقتي. القرآن مكون من 6236 آية، كل آية زي ما ليها خلفية دينية ليها خلفية علمية، وآيات لا تخطر على البال. فحضرتك هتلاقي دلوقتي في قصة رحلات الفضاء في آيات لم يتم تفسيرها في الماضي وفي آيات تم تفسيرها بخلفية دينية، وهنجد ان الجزء من آية من سياق ديني نجد ان له خلفية علمية، فده هيتضح دلوقتي في قصة رحلات الفضاء. يعني يمكن انا استهليت في مقدمتي وقلت انه ربنا اشار اكتر من مرة في القرآن الكريم ان هو هيورينا آياته. نعم. سيثبت لنا من خلال آياته، وان نعم. هذه الآيات في السماء وفي الأرض وفي كل شيء حوالينا. صحيح. وفي النبات وفي الشجرة وفي الحيوان. فأكثر من مرة كان الخطاب الإلهي بيقول أنا هوريكم آياتي، أنا هوريكم معجزاتي. نعم. أنا هوريكم الدلائل، بما إن إحنا بني البشر دائما بنحتاج إن إحنا نشوف دليل عشان نؤمن. ويمكن صحيح. يعني قصص بني إسرائيل مع سيدنا موسى متعددة وكل التابعين يمكن طبيعتنا كبشر. خلينا عشان نقدر نبسط المسألة أكثر للمشاهدين نبدأ فورا بذكر آية نقدر نستدل منها. أنا عايز أدخل في البداية قبل ما أدخل في قصة رحلات الفضاء إني أشير إلى الطيران، لأن في القرآن الكريم أشار إلى الطائرات اللي هي هتكون مدخل اللي بعد كده للصواريخ ومكوك الفضاء وهكذا. فإحنا نجد في سورة هود الآية 20 أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. ربنا بيصف الأمم اللي قبل أمة سيدنا محمد بأنهم مش هيعجزوا ربنا في الأرض، ما قدروش يهربوا منه ولا من حكمه سبحانه وتعالى. ولما اتكلم عن أمة سيدنا محمد في سورة الشورى الآية 31 وما أنتم بمعجزين في الأرض، أنتم برضو مش هتعجزوا الله في الأرض. لكن هنجد آية ثالثة أشارت لشيء غريب قوي في سورة العنكبوت الآية 22 وما أنتم أمة سيدنا محمد وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. فواضح طبعا الأمم قبل سيدنا محمد ما كانتش صنعت الطائرات، فأمة سيدنا محمد في الجزء الأول في البداية برضو ما صنعوش الطائرات، في الجزء اللي احنا فيه دلوقتي العصر اللي احنا فيه صنع الطائرات. عشان كده تتابع الثلاث يعني حتى يمكن قبل الجزء ده كان هناك محاولات اعتقد منذ العهد العباسي، بعض المحاولات عباس النفرناس وهكذا بالظبط في مساله الطيران يعني بالظبط لحد ما قدرنا نطير ابتداء من سنه 1903. فنجد ان الحديث عن الامم السابقه اولئك لم يكونوا معجزين في الارض، الحديث عن امه سيدنا محمد وما انتم بمعجزين في الارض، وبعدين تيجي ايه ثانيه وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء. فاذا دي اشاره الى ان هيبقى فيه طائرات وهنقدر نطير في السماء، لكن برضه مش هنعجز ربنا. مش معنى كده ان احنا خلاص نقدر نتخطى حدود الله او نهرب من حكمه سبحانه وتعالى. واشار للطائرات في وصف دقيق جدا في سوره العاديات. الايات بتقول ايه؟ اول 5 ايات في سوره العاديات والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. فالمفسرين في الماضي احالوها الى الخيول. والعاديات عدوان ضبحه لها صوت، فالموريات قدحا الحاجه بتاعت الحصان لما تخبط في الصخر ممكن تطلع شرار، فالمغيرات صبحا العدوان بيبقى في الصباح، فاثرن به نقعا حصل تطاير غبار من الارض والرمل، فوسطنا به جمعة يعني فرقت الجموع. عشان كده كانوا زمان بيعتبروا ان الفارس ب10 مترجلين، الفارس قدامه 10 جنود. لكن الكلام ده بينطبق تماما في الوقت الحالي على الطيارات. والعاديات بتقوم بالعدوان، ضبحة بيبقى لها صوت
هدير قوي جدا للنفاسات. فالموريات قدحة، النفاسات من الخلف بتلاقي بتطلع لهب ناري. فالمغيرات صبحة، كل العدوان والهجوم بيبقى في الصبح، فيما عدا استثناء حرب 73 اكتوبر في مصر لما عدت الساعه 5 6 7 الصبح 8 الصبح، فالاسرائيليين اطمنوا ان الحرب مش 6 اكتوبر، فسادات خدعهم وكانت الطيارات هتقوم الساعه 2 و5 دقائق الظهر. فاثرنا به نقعه لما القنبله بتنزل، شوفي الغبار اللي بيحصل قد ايه والاتربه، فوسطنا به جمع بتفرق الناس. فدي اشاره واضحه جدا. مجال الحرب زمان فسرت على الخيول، ودلوقتي تفسر بصوره اعمق واقوى واكبر على الطائرات. فهنا في اشاره صريحه للطيران في القران الكريم. وقبل ما هتكلم عن 10 ايات بتكلمنا عن رحلات الفضاء في القران الكريم، انا عايز اعيد الاشاره الى البراق، لان هو شيء ربنا سبحانه وتعالى انزله لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام طار به. احنا من الاسف الشديد من 8 احاديث ما اخذناش غير جمله واحده فقط، وهي انه حجمه بحجم البغل. ده من حيث الحجم وخلاص، ده اللي اترسخ عندنا، مع ان ال8 احاديث بيوصفوا لنا الخصائص الفيزيائيه اسلوب الطيران والفلك. فاي عالم فلك في الوقت الحالي هيسمع الكلام ده مش هيصدق ان الكلام ده من 1400 سنه. ففي الحديث الشريف سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال: اتيت بالبراق فركبت خلف جبريل فسار بنا حتى اذا اتى جبل ارتفعت رجلاه فارتفع، واذا هبط ارتفع يداه. يعني الاسراء من الحرم المكي للمسجد الاقصى كان البراق مرتفع عن الارض وماشي بسرعه كبيره. فلما كان يقابله جبل رجليه تترفع لفوق فيطلع لفوق، ولما يعدي الجبل ايديه تترفع لفوق فينزل لتحت. احنا ما شفناش كده في اي طير بيرفرف باجنحته. ايه اللي بيحصل في الرجلين بالظبط؟ علميا الانسان من ايام سيدنا ادم لحد النهارده نفسه يطير، لحد ما ربنا اذن للاخوان رايت في الولايات المتحده الامريكيه سنه 1903 باختراع بسيط جدا مكن الناس انها تطير. يعني في القرن 19 كان في المحركات، كان في الاجنحه الشراعيه، لكن مش قادرين يسافروا، طيارات ما بتكملش طيرانها. الاختراع كان حاجه بسيطه قوي، مفصلات صغيره في الاجنحه ومجموعه الزيل في الخلف، لما تتحرك تقوم تخلي الطياره تطلع لفوق وتنزل لتحت وتحود يمين وشمال. ده هو بالظبط اللي مكتوب في ايه؟ في وصف البراق. اذا اتى جبل ارتفعت رجلاه فارتفع، واذا هبط ارتفعت يداه. دي مش مساله الاجنحه، دي مساله جنيحات موجوده في الرجلين هي اللي بتتحكم في البراق. ويكفي ان هو اسم البراق يعني مشتق من البرق اللي هو الضوء، اللي اكتشفنا ان سرعته 300,000 كيلومتر في الثانيه، اسرع ما يكون. لان الكلام ده طبعا بشرحه لكتير لما بسافر اوروبا، ايه البراق اللي اتبعت لسيدنا محمد، بقول لهم اسمه البراق من البرق من الضوء اللي اكتشفنا سرعته. حديث تاني له مواصفات غريبه جدا، وجهها كوجه الانسان وخدها كخد الفرس. يبقى ده مش شكل بغل ولا حاجه، ده له مواصفات تانيه خالص. وعرفها من لؤلؤ ممشوط، يبقى دي كده في ماده. واذناها زبرجديتان خضروان، ماده تانيه بلون تاني. وعيناها مثل كوكب الزهره توقدان مثل النجمين المضيئين لهما شعاع مثل شعاع الشمس. يعني عندها عينين بتطلع شعاع لونه احمر، بلقاء محجله تضيء مره وتطفئ مره اخرى، قاعده بتنور وتطفي. ينحدر من نحرها مثل الجمان، يعني من قدام في حاجه كده زي الكره نازله مدوره. مضطربه في الخلق، يعني تشوفي حركه جوه جسمها زي ما بنشوف البواتير كده مثلا والتروس ما بتشتغل. مضطربه الاذنين، يعني لها اذنين بيتحركوا. اذناها مثل البقره، طويله اليدين والرجلين مرتفعه عن الارض. واظلافها كاظلاف البقر من زبرجد اخضر، تجد في مسيرها الريح، لما تعدي من فوق الواحد يبقى رياح جامده وراها. وهي مثل السحابه، لها نفس كنفس الادميين طالع منها صوت، تسمع الكلام وتفهمه، تكلميها وترد عليكي. وهي فوق الحمار ودون البغل. الجمله الاخيره دي اللي خدناها ومتذكرين بيها البراق، وسايبين كل المواصفات اللي لو اي عالم فلك او طيران هيسمع الكلام ده مش هيصدق ان ده كلام من 1400 سنه. يعني مش ناقص ان يكونوا يقولوا اشاره انها البراق ايرلاينز. انا يعني مش هقدر اقول ان ربنا سبحانه وتعالى انزل لسيدنا محمد سفينه فضاء، لكن يعني ولا طياره، لكن هي كان ربما فيها كل الشواهد اللي بتنبه باختراع ياتي في القرن ال19. صحيح. في القرن ال20 عفوا. عايزين ناخد اول مكالمه تليفون معانا. استاذ محمد، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع سيادتك محمد عبد من اسكندريه. اهلا وسهلا يا فندم. التحيه لسيادتك وضيفك الكريم. اهلا بيك يا فندم. بالنسبه طبعا ورد
سيدنا ابراهيم وهو يحاج النمرود، فقال ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. طبعا نفس الذي كفر النهارده اللي موجودين طبعا في امريكا والاتحاد السوفيتي بيعملوا محطات مداريه. ما هو المقصود من المحطات المداريه؟ المقصود من المحطات المداريه دي ان ياتي يوم من خلالها يتحكموا في دوران الارض ليردوا على سيدنا ابراهيم. نيجي هنا في القرآن الكريم ورد المشرق والمغرب في 3 مواضع: رب المشرق والمغرب، رب المشرقين والمغربين، رب المشارق والمغارب. كل موقع ليه مشرق ومغرب، جميع المواقع لها مشارق ومغارب. طب رب المشرقين والمغربين هم أهل الزمان الذي ستدور فيه الأرض دورة عكسية، فيشاهدوا مشرق ومغرب ثم مغرب يخرج منه المشرق، يبقى هنا رب المشرقين والمغربين. دي واحدة. وبعدين برضو في آية أخرى: إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هنا الآية طبعا زي ما سيادة أستاذنا الجليل فسر إن زمن نزول القرآن لم يكن يعلم المسلمون اللي نزل فيهم القرآن أن النهار والليل يجتمعان في وقت واحد، فنزلت الآية تقول ليلا لمن عندهم ليل أو نهارا لمن عندهم نهار. فلو قيل هذا إذا جاء النهار ذهب الليل وهكذا. طيب وظن أهلها أنهم قادرون عليها، هو ده بقى اللي ذكر النهارده المحطات المدارية اللي عايزة تتحكم في الأرض، فيستطيع من خلال هذا التحكم بشيء ينبئ به الله ويخبرهم به الله ويجريه على يديهم أن تدور الأرض دورة عكسية. والله أعلم، ونستمع من أستاذنا إن شاء الله كل خير. أشكر حضرتك على اتصالك التليفوني، وكما تفضلت حضرتك والله أعلم. هنرجع أكيد نتطرق مسألة المحطات المدارية دي، بس عشان نمشي في سياق تسلسل الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه. نعم، في قصة رحلات الفضاء الرسول أشار إلى كوكب الزهرة. نعم. واحنا عارفين طبعا العرب والفراعنة كان عندهم علم بالنجوم وبالكواكب بشكل واضح وصريح. والبعض كان بيتساءل هي مجرد معرفة علمية أم دينية؟ علمية أم دينية، وحتى لا، وحتى منهم من يعني مسائل ما لهاش علاقة كان بالدين، ولكن فكرة أنه استطاع أن يعني يستكشف النجوم والكواكب ويسموها في الوقت اللي كان لا فيه تلسكوب ولا كان فيه مكوك فضاء ولا كان فيه أي حاجة يعني. فكان هناك هذا القدر من العلم بالنسبة لعلماء الفلك الموجودين سواء في عصور الجاهلية أو في عصور الفراعنة أو في عصور النبوة. وعلم آدم الأسماء كلها. سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام ربنا خلاه أكبر عالم، لأن هو اللي هيعلم البشرية بعد كده. فالعلوم دي كلها جاية ابتداء من سيدنا آدم مرورا بسيدنا إدريس أول من خط القلم، وإحنا بنسمي دلوقتي مدرسة ومدرس ودراسة بناء عليه. فهي العلوم دي كلها جاية من ناحية دينية أولا، وكانوا عارفين إن هم 7 كواكب دول اللي شاهدوهم، لكن هم أكتر من كده، لأن في القرآن الكريم 11 كوكبا. فكانوا عارفين في الماضي لحد 7 كواكب: عطارد، الزهرة، المريخ، المشتري، أورانوس، نبتون. عرفوا هذه الكواكب. في قصة رحلات الفضاء عندنا 10 خطوات. فهبدأ بالآية الشهيرة في سورة الرحمن، الآية رقم 33: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. مفسرين في الماضي بعضهم مش كلهم أحالوا هذه الآية إلى يوم القيامة. امال معناها ايه النفاذ من اقطار السماوات والارض؟ مفسرين اخرين قالوا ايه؟ الايه دي بتتكلم عن الصواريخ، وبالطبع انا اميل تماما لهذا الراي، خصوصا ان الايه ما فيهاش اي اشاره لا من قريب ولا من بعيد عن يوم القيامه، ولا الايتين اللي قبليها ولا الايتين اللي بعديها، فما فيش اي سبب يخلينا نحملها الى يوم القيامه، بل في ايات بعد كده ان يوم القيامه بعد هذا الحدث. اسمح لك، انا عندي تساؤل. اتفضل. هتفق مع حضرتك في التفسير اللي حضرتك ذهبت اليه انت وبعض العلماء ان هذه الايات تتكلم عن الصواريخ. نعم. طيب انا فاهمه ان الخطاب للانس عن الصواريخ، الخطاب للجن ليه؟ الجن مكلفين زينا، عاقلين، ما نستبعدش ان يكون عندهم تكنولوجيا،
ونلاحظ ان في الايه دي الوحيده اللي تم تقديم الجن عن الانس. كل الايات الانس والجن، الايه دي الوحيده تم تقديم الجن على الانس. فاحنا ما نستبعدش كده خالص. وبعدين هي الايه بتتكلم عن الصواريخ مش يوم القيامه، ما فيهاش اي اشاره ليوم القيامه، بل هنجد ايات اخرى بتقول ايه؟ في سوره صاد الايه 10 فليرتقوا في الاسباب، يعني يتقدموا في الاخذ بالاسباب. وفي سوره غافر الايه 37 اسباب السماوات. يعني دي اشارات ان هيحصل تقدم في الاخذ بالاسباب اللي بتسفرنا في السماوات. فالمفسرين قالوا ان السلطان هو سلطان العلم، بس هو مش بالعلم فقط منفذ، وانما السلطان هنا سلطان النفاذ نفسه اللي بيندرج تحته العلم. يعني علشان نقدر ان احنا ننفذ من الارض، السلطان معناه في اللغه العربيه القدره المطلقه. يعني مثلا امبراطور اليابان ما نقدرش نقول عليه سلطان لان في برلمان وراه بيحاسبه. رئيس وزراء بريطانيا ما نقدرش نقول عليه سلطان. لكن السلطان معناها القدره المطلقه. القدره المطلقه للنفاذ في الفضاء نحتاج ل5 عناصر. اول عنصر العلم، توفر العلم، توفر السيوله الماديه، امكانيه التصنيع، الجدوى السياسيه والاقتصاديه والعسكريه، والاستقلاليه السياسيه. فالاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه في اواخر الخمسينات كان عندهم ال5 عناصر دول، فقدروا انهم يسافروا في الفضاء. المانيا واليابان عندهم 4 عناصر: العلم والسيوله الماديه وامكانيه التصنيع والجدوى الاقتصاديه والعسكريه، لكن ما كانش عندهم استقلاليه سياسيه. امريكا كانت منعهم عشان محتلياهم لحد في التسعينات سمحت لهم. مصر تمتلك العلم، تمتلك امكانيه التصنيع، تمتلك الجدوى الاقتصاديه والعسكريه، لكن ما تمتلكش سيوله ماديه، ما تمتلكش استقلاليه سياسيه. فبالتالي عندها 3 عناصر و2 لا. لحد دلوقتي ما قدرناش ان احنا نصنع صواريخ ونسافر بيها وهكذا. فالسلطان هنا هو سلطان العلم. ربنا ما قالش لن تنفذوا، وانما تنفذوا لكن بشرط توافر السلطان. فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. الايات اللي بعد كده هتوضح المعنى ده اكتر وتبين ان الايه دي بالفعل كانت بتتكلم على السفر في الفضاء. اقدر استدل هنا كمان من حاجه انه الخطاب كان خطاب عام لكل الجن وكل الانس. صحيح. لم يخص لا امه محمد ولا امه المسلمين ولا امه المؤمنين ولا اتباع الرسل. نهائي. بدليل ان عندنا الصين ولا مين هيروح الجنه صواريخ ومكوك فضائي ورحلات فضائيه وهكذا. يعني فالمساله مش مرتبطه، وعشان كده يمكن كان الخطاب في اول الايه يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، لكن بشرط لا تنفذون الا بسلطان. توافر السلطان تقدروا انكم تنفذوا. طيب اذا كان في امكانيه للنفاذ، اسلوب التصاعد هيبقى ايه؟ يعني هل مثلا هيخترعوا حاجه زي المنجنيق كبيره قوي يطلقوا بيها الناس، ولا في خطوات منطقيه للتصاعد؟ احنا هنجد ايه لحد دلوقتي التفسير عليها في اختلاف كبير. والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، دي في سوره الانشقاق. اتسق لحد النهارده العلماء اختلفوا فيها، والبعض قال ربما تعني ان القمر كمل واصبح بدر، لكن مش راسين يعني ايه اتسق. لتركبن طبقا عن طبق. طبق وطباق لم ترد في القرآن الا لمستويات السماوات. معناها ان هنصعد طبق ورا طبق لحد ما نوصل للقمر. فاحنا هنجد تاريخيا ايه اللي حصل. من 300 سنه الفرنسيين اخترعوا البالون، ارتفع لحد 300 متر. في اوائل 1900 بعد سنه 1903 اخترعوا الطيارات اللي بقت تطلع لحد 3000 متر، يعني 3 كيلومتر، ودي استخدموها في الحرب العالميه الاولى. على سنه 1930 الطيارات تطورت وبقت تطلع لحد 6000 متر، 6 كيلومتر، ودي استخدموها في الحرب العالميه الثانيه. في الخمسينات بدات تنتشر الطيارات النفاثه للركاب، ودي طلعت لحد 10 كيلومتر، والطيارات الحربيه طلعت لحد 20 كيلومتر. في سنه 59 الروس طلعوا بالصاروخ لحد 400 كيلومتر. وبعد كده في الستينات وصلنا القمر. في السبعينات اطلقوا مسبار اسمه بايونير. في الثمانينات كان تخطى المجموعه الشمسيه ودخل في حيز المجره، وبيخططوا لسفن اكبر، بيتمنوا انهم يقدروا يوصلوا لاكبر نجم لينا اللي هو اسمه الفا سنتوريوس او بروكسيما على بعد 4 سنين ضوئيه، بس لسه محتاجين تقنيات قالوا مش قبل 100 سنه عشان نقدر نوصل. فاحنا نلاقي ان تاريخيا بالفعل احنا ما ذهبناش للقمر مره واحده، وانما حصل تصاعد طبقه ورا طبقه لحد ما وصلنا للقمر، وبعد كده تخطينا القمر. فالايات بتقول والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. اذا احنا ممكن ان احنا ننفذ، لكن بشرط مش هننفذ مره واحده، وانما هتكون درجات وخطوات متتاليه ومن سماء الى سماء. نعم بالضبط. هل العلم استطاع فعلا ان يثبت مساله السماء الاولى والسماء الثانيه؟ صحيح. ولا هي مجرد ان احنا خرجنا للفضاء؟ لا لا لا،
سنوات واثبتوها علميا، ودي هتبقى ان شاء الله بس موضوع كبير جدا، موضوع كبير جدا حضرتك. لا لكن اثبت علميا. هرجع لحضرتك فيه، ولكن معنا اتصال تليفوني. استاذ فتحي الملا، الو. الو. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني انا الحقيقه اسجل اعجابي ان هذا البرنامج يعالج الموضوعات، اسجل اعجابي لان هذا البرنامج يعالج الموضوعات الحيويه ويتطور مع الاحداث الجاريه والاحداث العلميه وغيرها، ولا يقتصر على الجانب العقائدي او التشريعي فقط. شكرا جزيلا لحضرتك يا استاذ فتحي، ويمكن ده يعني شيء نقدر نستدل بيه من اسمنا، اسم البرنامج الدين للحياه. الحياه ده كلام جميل جدا. ما اريد ان اقوله في هذا الموضوع بالذات ان هذه الاكتشافات العلميه الحديثه التي يتوصل اليها العلم والتي سبق القرآن الى الحديث عنها يجب ان نستفيد فيها باراء العلماء الاجانب انفسهم، لأن الحديث حينما يأتي من علماء أجانب ربما يكون له صدى وواقع أكبر تأثيرا من أننا نتحدث عن ديننا وقرآننا. فأنا بودي لو أن في هيئة الإعجاز العلمي للقرآن يدخل فيها كثير من العلماء الأجانب المنصفين، ولا يشترط أن يكونوا مسلمين، لأننا لا نريد منهم إلا علمهم وشهاداتهم. هو يا استاذ فتحي المساله طبعا هي فكره انه غير المسلمين يتدخلوا في البحث العلمي ولاثبات الاعجاز القراني. أيوة. شيء ممتاز، بس هو الحقيقه لازم يكون عنده اساسا الخلفيه الدينيه. كيف ستتسنى له هذه المساله يعني؟ لا، انا باخد علمه فقط. هل الحديث العلمي الذي يتحدث عنه الدكتور هو موافق عليه وهل هو يقر به؟ هذا ما اريده. انا اريد شهاده علميه بحته، لكنني من جهه اخرى أؤكد أن هذه الشهادات العلمية سبق للقرآن الكريم أن تحدث عنها تفصيلا وأشار إليها منذ 1300 وأكثر 1400 سنة. هذا ما نريد أن نستثمره. نريد أن نستثمر هذه الاكتشافات العلمية الرائعة في خدمة الدين والتأكيد على أن الإسلام ما يقول به هو الحق وهو الصواب. وهذا أيضا يعني أريد بس لو تسمحي لي ان العلم الحديث يقف دائما في صف القضايا القرآنية والإيمانية. من اسبوعين ثلاثة دكتور اسمه نبيل علي استطاع ان يوظف الالكترونيات والاجهزة الحديثة المتقدمة في خدمة اللغة العربية ونشرها، واستحق بهذا جائزة عالمية، جائزة الملك فيصل. اريد ان اقول ان علماء الهندسة وعلماء الطب وعلماء العلوم الفلكية الله سبحانه وتعالى يقيضهم الآن لخدمة دينه. يعني الدين الآن ليس مجرد فقه وتشريعات وعلماء دين فقط، ولكن الدعوة الإسلامية الآن يقف على ثغورها علماء من كل التخصصات، وهذا مكسب كبير. هذا لأن الله سبحانه وتعالى يأتي في كل أعوام كل فترة بالعلماء الذين يضيفون إلى هذه الأفكار العلمية الكثير، والتي تؤكد عظمة القرآن الكريم وقيمته رغم كل التيارات المنحرفة الشديدة التي تناوئ الفكر الإسلامي. بشكر حضرتك يا أستاذ فتحي على مداخلة حضرتك والمعلومات اللي حضرتك أضفتها لنا. ويمكن حضرتك قلت حاجة، احنا عايزين نستثمر. هو احنا عايزين نستثمر وعايزين حكامنا تستثمر في مسألة البحث العلمي، خصوصا إذا كان سيرتبط بإثباتات لها علاقة بقرآننا بشكل مباشر وبالسنة النبوية. فياريت بدل ما نستثمر بس في أسلحة، وبياريت بدل ما نستثمر بس في قنوات فضائية غنائية وقنوات أفلام، إن احنا يكون عندنا قدر من الالتزام الديني الواعي اللي بيقول ان احنا كحكام نحن في حاجة الى ان نستثمر في البحث العلمي بكل اشكاله، وبالذات في المجالات التي ترتبط بالاثباتات القرآنية. معنا اتصال تليفوني اخر. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من ضمن المعجزات غير معجزة النفاذ لأقمار السماوات والأرض، معجزة ان ربنا سبحانه وتعالى حايش عن البشر مية البحر. لما تسافروا اسكندرية ولا اي مكان كده تبصوا مية البحر تقولوا يا سبحان الله، مين اللي موقف مية البحر دي ما تخشش على البني ادمين؟ شوفوا تسونامي والمية لما دخلت على الناس لمت العربيات ولمت البيوت ولمت المقطورات ودخلت جوه البحر. فنقول سبحان الله موجودة في القرآن، والبحر والبرزخ لا يغويان، ان البحر والمية ما بتخشش على البني. مين سبحان الخالق
اللي موقف ميه البحر والمحيطات ما تخشش على البني ادمين. ده حاجه مش بس كده، البحر والبحر المياه لا تختلط، البحر والمحيط، فهي قدره الهيه عظيمه ومعجزه ربنا سبحانه وتعالى. البني ادم اللي هو عباره عن شويه لحم ودم، مين علمه الاحاسيس بالرحمه والحب والوفاء والكره والاخلاص؟ تخيل انت جسم بني ادم شويه لحم ودم، مين اللي زرع فيه الاحاسيس الجميله بالحب والكره والوفاء؟ فنقول ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله سبحان الله. شكرا لحضرتك يا استاذ الشيخ. والله حضرتك تعقيبا على المكالمه الاولى، بالفعل هو في ايتين في القران الكريم افلا يتدبرون القران. تدبر القران الاطلاع على ما قاله المفسرون، بل ايضا الاطلاع على العلوم الحديثه، لانها بتفسر لنا كتير من الايات ماذا تعني. فانا دايما بنادي لازم الواحد لما يقرا القران يشوف الاول المفسرين كلهم قالوا ايه واتفقوا في ايه واختلفوا في ايه وهكذا، وايه العلوم الحديثه، لان كل ايه ليها اكثر من تفسير. سبحان الله رب العالمين. يا ريت ونحن نقترب من شهر رمضان المبارك يكون لنا هدف هذا العام مش مسألة فقط ختم القرآن قراءة بالزبط. ولكن ربما نحن في حاجة كمسلمين ان احنا يكون لنا تدبر في القرآن، فربما قد نتجاوز عن ختم القرآن في اننا نتدبر القرآن وما تم اثباته علميا لهذه الايات حتى نستشعر قيمة ما نقرأ. المسألة ليست العبرة بالقراءة فقط، ولكنها العبرة بالقراءة والفهم والادراك والوعي ثم التطبيق. نعم. طيب في المرحلة الثالثة هم 10 مراحل، انا خايف ان الوقت يعني لا يسعفنا فهكون سريع شيئا ما. في سوره الحجر الايه 14 ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. الايه دي فيها 3 كلمات معجزه. اول كلمه هنلاحظها باب، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، الكلام ده من 1400 سنه. اذا ربنا فتح باب من السماء جدا، وهو ان الغلاف الجوي اللي احنا مش شايفينه لانه هو غازي، اتضح للعلماء ان هو بكثافات مختلفة، وبالتالي حددوا مناطق ينفع ان سفن الفضاء تنفذ منها وتدخل منها، ومناطق لا تتحرق على طول. سموها ابواب او منافذ. فهنجد ان الولايات المتحدة الامريكية رغم اتساع حجمها جغرافيا ما بيطلقوش الصواريخ الا من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا شمال البحر الكاريبي. اوروبا بتطلق صواريخها مش من اوروبا وانما من جنوب البحر الكاريبي في جويانا الفرنسية. روسيا ما بتطلقش صواريخها من روسيا وانما من قاعده بايكونور في كازاخستان، دوله ثانيه استقلت منها. حتى نلاحظ الاسراء والمعراج، سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لم يعرج به من الحرم المكي، وانما اسري الاول للمسجد الاقصى ثم عرج به من هناك. فده يفسر لنا يعني ايه ابواب. لدرجه كان في سفينه فضاء روسيه قبل ما تدخل الارض الكمبيوتر تعطل، فمش عارفين الباب اللي هيدخلوا منه، وفضلوا منتظرين في الخارج لحد ما الكمبيوتر يتصلح. والمشكله ان ما كانش قدامهم غير ساعتين والاكسجين ينفذ، لان طبعا في عداد على النفس، لحد ما الكمبيوتر اتصلح ولقوا الباب اللي يقدروا انهم يرجعوا منه تاني للارض. فنجد الايه ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. بل الكلمه اللي بعديها فظلوا هنجد ان فيها اعجاز علمي. احنا نلاحظ زي ما احنا شايفين في الصوره قدامنا ان طبقه النهار رفيعه جدا، الصاروخ مجرد انه يطلع بعد 4 أو 5 دقائق بيكون تخطاها ودخل في ظلام دامس. طيب ليه الآية ما قالتش استمروا، أكملوا، تابعوا، داوموا؟ اشمعنى اختارت لفظ أو مصطلح ظلوا؟ ده معناه أنهم هيفضلوا في الظل طول السفر في الفضاء. كلمات القرآن دقيقة جدا نازلة لسبب، فما قالتش استمروا أو أكملوا أو داوموا أو تابعوا أي مصطلح آخر، وإنما اختارت لفظ فظلوا. بل فظلوا فيه يعرجون. عروج هنا فيها إعجاز. العروج في اللغه العربيه معناها عدم السير في خط مستقيم، يعني زي ما بنقول كده في الانجليزي كيرف، او بنقول مثلا واحد اعرج يعني مش ماشي بصوره مستقيمه. اللي اخترعوا الصواريخ في المانيا ايام هتلر كان كل ما الصاروخ يطلع لفوق يروح نازل تاني يقع، يقووا المحركات والنفاسات يطلع اكتر وينزل تاني يتدمر في الارض، لحد ما اهتدوا فيزيائيا الى لان الارض كرويه، فبالتالي لازم يسيروا الجاذبيه بتاعه الارض، فلازم الصاروخ بعد ما يطلع يبدا ياخد كيرف ويحود علشان خاطر الارض ما تشدوش جاذبيتها تزيد عليه. زي ما احنا شايفين في الصور كده مثلا قدامنا، كل الصواريخ قبل 2 كيلومتر لازم تبدا تاخد عروج. فهنا معنى الايه ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يعني هيمشوا بعروج. مش بس مجرد الاطلاق الصاروخ بيعمل عروج، بل علشان يفلت من جاذبيه كوكب لازم انه يدور حوله كذا دوره، ويفضل في كل دوره يكبر من اتساع الدوره بتاعته لحد ما يفلت من جاذبيه الكوكب. وطبعا الارض دورات اكتر من القمر،
المشتري اكتر من الارض حسب قوه الجاذبيه، فلازم يفضل يمشي حلزوني يدور عده دورات حول الكوكب لحد ما يفلت. حتى اذا فلت من الكوكب مثلا متجه الى القمر برضه مش هيمشي في خط استقامه، وانما لازم خط السير يبقى بكيرف لحد ما يلتقي بالهدف في المكان المحدد. يعني زي ما احنا شايفين كده هنا ادي الارض وادي المريخ. الصاروخ ما يقدرش ابدا انه يمشي في خط مستقيم، وانما بيمشي بكيرف علشان يلاقي كوكب المريخ في مكان محدد، لان كل الاجرام الكونيه بتمشي في حلقات، فلازم الصواريخ وسفن الفضاء تمشي معاها في حلقات. فهنا نفهم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، هيفضلوا دايما ماشيين بعروج. عشان كده نجد هنا مثلا في الصوره دي الخطوط الدائريه بتاعه الصواريخ، لان كل شيء في الفضاء حلقات، فنجد دايما الخطوط غير مستقيمه وانما هي دائريه. وده المنظر اللي السوبر كمبيوتر حدده للاجرام الكونيه ازاي بتتحرك في الكون. بيفكرنا على طول في سوره المعارج، الايه بتقول من الله ذي المعارج، يعني كل شيء بيعرج لله سبحانه وتعالى. حتى كوكب الارض لانه كروي الطيران ما بيمشيش ابدا في خطوط مستقيمه، وانما دايما نجد الخرائط كلها فيها كيرف. دي مثلا خريطه الطيران، ليه الخطوط ما هيش مستقيمه؟ لان الكوكب كروي، فما ينفعش ان الطياره تمشي باستقامه، وانما هي لازم دايما تعدل في اتجاهها وتفضل دايما تمشي بكيرف. ادي جميع الخرائط. فاسلوب الطيران في السماء في الجو وفي الفضاء لازم دايما يكون في عروج، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. والكلام ده من 1400 سنه ان هيتفتح باب، هيمشوا في ظلام في الفضاء، وهيبقى خط السير دايما بعروج. بل ان الايه اللي بعديها بتكلمنا عن الاثار النفسيه بعد كده. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني ايه سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون؟ ايه اللي هم هيشوفوه يخليهم يقولوا كده؟ الكلام ده تحقق ما بين رواد الفضاء ومركز الفضاء في امريكا في هيوستن. قالوا لهم احنا شايفين المنظر اللي احنا عارفينه مسبقا، لكن المنظر مرعب ورهيب له رهبه. المنظر هو ايه؟ هم شافوا الشمس قدامهم ظاهره كبيره بازغه، مفيش اي حجب او ضباب او غيوم او سحاب بينهم، لكن في عز الليل. يعني الشمس موجوده لكن هم في عز الليل لدرجه ان النجوم باينه حول الشمس. يعني هم في الفضاء الخارجي والجو حواليهم يعني كل حاجه مظلمه تماما، وهم شايفين الشمس قدامهم. بالظبط. احنا الكلام يمكن يكون سهل بالنسبه لنا دلوقتي، ليس المخبر كالمعين، لكن اما يبقوا في الموقف ده الموضوع حاجه ثانيه خالص. تخيلي مثلا لو انا حكيت لحضرتك على فيلم فيه ديناصور بياكل واحد، غير لما تشوفيه بنفسك في السينما مع المؤثرات، غير لما يكون الواحد في الموقف نفسه. فالمنظر ده هو معروف مسبقا، لكن ان الواحد يعيش فيه. تخيلي لو الواحد فتح الشباك الساعه 2 بالليل ولقى الشمس قدامه، مش هيقدر يفكر، تفكيره هيتشل، لان دي حاجه هو معاش عليها. ولذلك رواد الفضاء بيكون معاهم حبوب ضد الهلوسه في الجيوب بتاعه الستره بتاعتهم، يعني مش في الدرج، لازم في جيبهم، عشان اول ما يبداوا يحسوا برعشه في ايديهم او تغيرات نفسيه لازم فورا ياخدوها، يا الا العوامل النفسيه ممكن تؤدي الى الانتحار او يقتلوا اللي معاهم او يدمروا السفينه، لانهم بيتعرضوا لمواقف كتيره جدا خطيره جدا في الفضاء. حاجه ثانيه غير اللي هم عاشوا عليها، الشمس قدامهم واضحه جدا لكن هم بالليل وحواليه نجوم. لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. اللي احنا شايفينه ده حاجه مش طبيعيه على الاطلاق، وده يعتبر العوامل النفسيه. لكن في ايضا عوامل طبيه مهمه وخطيره. الروس في اخر الخمسينات لما طلعوا الصواريخ للفضاء عايزين بقى يطلعوا البشر، فما طلعوش الانسان مره واحده، وانما جابوا كلبه اسمها الكلبه بلالايكا وزودوها بالاجهزه واطلقوا الصاروخ في الفضاء. بعد كده الصاروخ خلاص ضاع في الفضاء ومات، لكن كانت الاجهزه بترسل لهم ايه التاثيرات اللي هتحصل على الجسد الحيواني، وبالتالي يقارنوها بالبشر. فهنجد ايه لها سياق ديني. الايه 125 من سوره الانعام: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وبعدين بقى جه مثال: كانما يصعد في السماء. كانما ده تشبيه. انا اعرف ان الواحد لما يدي مثال بيبسط الامر مش بيصعبه. مين اللي كانوا بيتصاعدوا في الماضي؟ فلو كان الكلام في الماضي مثلا احنا ازاي بننصب خيمه، ازاي بنشوي، ازاي بنركب الفرس ازاي، لكن كانما يصعد في السماء، مين اللي كانوا بيتصاعدوا في السماء؟ هنجد ان الايه دي الجزء ده فيه 2 اعجاز علمي. يعني ايه لها سياق ديني،
جزء منها له 2 اعجاز علمي، واحد فلكي وواحد طبي. فعلا احنا دلوقتي بنتصاعد في السماء، ونلاحظ مش يصعد وانما يصعد، يعني نصعد خطوه من مرحله الى مرحله، بالظبط، من ارتفاع الى ارتفاع. صحيح، ده تحقق. فبعض الناس لما كنت بكلمهم في اوروبا يقولوا لي طب يمكن المثال ده بالصدفه. فبقول لهم طيب الجزء الاول في اعجاز طبي يبين ان المثال مش بالصدفه، يجعل صدره ضيقا حرجا. احنا عارفين كل ما بنطلع لاعلى الهواء بيقل، فبيقل معاه الضغط والاكسجين. اول عضو في جسد الانسان بيتاثر هو الصدر، في القفص الصدري. فمع انخفاض الضغط في الاعلى الانسان هينفجر من الداخل، زي كأنه قنبله بتنفجر من الداخل. والقفص الصدري بيحوي الرئتين اللي بيستخلصوا الاكسجين اقل، فهيبدا الواحد محتاج ان نفسه يكون اقوى. يعني مثلا انا دلوقتي في الشهيق والزفير بتناول مثلا سدس لتر، فوق هبدا اعمل محتاج ايه؟ اكسجين اكتر عشان اعضائي، فبالتالي هحس ان صدري كانه اصبح ضيق تماما، وبالتالي يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. ده اعجازين في نفس الوقت، اعجاز طبي واعجاز فلكي ما كانش حد يسمع عنه في الماضي. طيب حضرتك اسمح لنا ان احنا لابد ان نتوقف الان، لانه اعزائي المشاهدين قد حان الان موعد اذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينه القاهره، ونعود ونستكمل هذا الحوار.